تعليق على نتائج الاستفتاء والحديث عن جوزية بريطانيا لجميع الاحتمالات وما قد يترتب على خروجها من الاتحاد الأوروبي. معنا من لندن الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حميد الشجني. مرحبا دكتور حميد. بداية فلنتحدث عن الوضع البريطاني الداخلي. ديفيد كاميرون يستقيل، كيف ترى المشهد في المستقبل القريب داخل بريطانيا؟ المشهد في داخل بريطانيا قاتم جدا جدا، وعملية الاستفتاء، نتائج الاستفتاء كانت يعني لمعظم البريطانيين الأكاديميين ومراكز البحوث العلمية ولمعظم السياسيين عبارة عن قنبلة يعني، وانفجرت في وقت شديد الحساسية، ونتائجها ستظهر يعني المأساوية ستظهر عن قريب يعني وليس عن بعيد. نعم. وعملية خروج بريطانيا كدولة كأول الدول المؤسسة منذ سنة 1973 سيجعل الجانب الأوروبي متشدد جدا جدا في عملية التفاوض عن خروج بريطانيا حتى لا يعطي فرصة للدول الأخرى بالحادث في نفس المسار. في الجانب الآخر نرى أن الديمقراطية هنا في بريطانيا تحترم ويحترم رأي الأغلبية، واستقالة كاميرون تأتي تعزيزا لهذا بعملية أنني فشلت في إقناع الشعب بأنه مصيره سيكون قاتم، ولذا علي أن أستقيل ويأتي ليقود السفينة شخص آخر. نعم، بالحديث عن الديمقراطية داخل المملكة المتحدة، تمت سياسيون اسكتلنديون يتكلمون عن إمكانية أن تطلب الحكومة الاسكتلندية مجددا الانفصال عن بريطانيا. برأيك هل لندن جاهزة لهذا الخيار؟ في الحقيقة هذا هو متوقع بنسبة كبيرة جدا جدا، لأن الاستفتاء التي حدث في عملية استقلال اسكتلندا كان عبارة عن 55% إلى 45% الاستفتاء السابق، وكان نتيجة العملية بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي، لأن خروج اسكتلندا كان سيكلفها كثير بالنسبة لانضمامها للاتحاد الأوروبي. الآن لم يعد هناك ما تخافه اسكتلندا من خروجها، فعملية الاستفتاء أنا أتوقع في خلال يعني الأيام إن لم يكن يعني الأسابيع إن لم يكن الأيام القادمة سيجرى عملية الكامبين، يعني عملية يعني إعداد الناس لعملية استفتاء جديد. واعتقد ان لما قلت انا هي عباره عن قنبله يعني ايه كبيره، ان بريطانيا ستتفكك، يعني ليس فقط يعني ايه خروجها من الاتحاد الاوروبي بس، بينما بريطانيا نفسها اسكتلندا على احتمال كبير ان تنفصل، ايرلندا الشماليه احتمال كبير ان تنفصل، وبدا يعني ايه حزب الشينفين يدعو الى عمليه يعني الاستفتاء في خروج في استقلال شمال ايرلندا. نعم. طيب، ثمة من يقول أن بريطانيا من خلال هذه الخطوة الخروج من الاتحاد تسعى للتخلص من مسؤولياتها داخل البيت الأوروبي والمتعلقة خاصة بملف اللاجئين، وهذا كان واضحا من خلال تصريحات المؤيدين للانفصال من المواطنين والمسؤولين. ما تعليقك على هذا القرار؟ وفي الحقيقة استخدم هذا الموضوع بشكل يعني سيء جدا جدا، وبشكل يعني تنفير البريطانيين في الداخل أن سبب المشاكل الاقتصادية والتردي في الاقتصاد نوعا ما هو يرجع كله إلى اللاجئين وإلى المهاجرين وما إلى ذلك، وهذا في حد ذاته يعني يجعل الكثير من التخوف بالنسبة لاتجاه بريطانيا القادم. ما ستكون بريطانيا على يعني ما هي النهج الذي ستنهجه؟ هل ستكون دولة يعني عنصرية؟ هل نرى يعني ترامب يصبح يعني المرشح الامريكي موجود الان يعني على الساحه البريطانيه؟ هذه اسئله يعني المستقبل يعني حريص بالاجابه عليها، وهناك التخوف، يعني التخوف الذي ياتي من نتيجه بحوث ومؤشرات كبيره جدا. نعم، بعيدا عن المستقبل فلنتحدث اليوم. مدير البنك المركزي البريطاني قال إنه تم التحضير المسبق للتعامل مع كافة السيناريوهات وإحداها الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلا أن انخفاض الجنيه الاسترليني كان أول النتائج لهذا الانسحاب. برأيك هل ثمة تناقض، وهل تستطيع بريطانيا فعلا التغلب على تبعات الانسحاب الاقتصادية خاصة؟
أنا لا أعتقد يعني أنه تناقض بقدر ما يكون يعني ردة فعل متوقعة. يعني الآن عملية الثقة في الاقتصاد البريطاني والاستثمارات البريطانية ومناقشة العقود من أول وجديد يعني يعطي الانطباع بأن اقتصاد بريطانيا سينهار. وأنا بالنسبة لي يعني ومعظم الأكاديميين يعني يعني البنك المركزي البريطاني هم دائما يعملوا يعني عملية الدراسات المستقبلية وعملية يعني أسوأ الاحتمالات كي على ضوءها يبدو في عملية بناء شيء جديد. فليس أمامهم غير عملية التفكير السليم لإنشال الاقتصاد، إنشال الوضع الاقتصادي. نعم. هبوط العملة كان متوقع يعني. نعم. طيب شكرا لك. كنت معنا من لندن الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حميد الشجني. شكرا لك. شكرا لك.